يا ترى ايه رد فعلك لما تعرف ان الكوكب صرف اكتر من 85 مليار دولار بس علشان يستكشف الفضاء؟ اكيد رد فعلك هيكون زي رد فعلي، ان انا كنت مصعوب، بس عرفت الاجابه لما رحت حوار ابو ظبي للفضاء. ده واحد من اكبر المؤتمرات اللي اتعملت واللي كان حاضرها وزير الخارجيه بنفسه. هناك انا عرفت الاجابه. اللي اكتشفته في المؤتمر ده ان الرقم ده يعتبر اقل من 1% من ميزانيات الدول. وخلي بالك البشر مش اغبياء عشان يرموا فلوسهم كده في الفضاء. يعني خد عندك اول حاجه كده، انت مش هتعرف تتفرج على كاس العالم من غير ما كانوا البشر هيستكشفوا الفضاء، لان ده حصل بسبب الساتلايتس او الاقمار الصناعيه. ما كنتش اصلا هتعرف تتفرج عليها بالمنظر ده ولا تمسك موبايل فيه كاميرا صغيره، الا ان البشر فكروا ازاي يصغروا حجم الكاميرا عشان يستكشفوا الفضاء. مش ده بس، دول كمان بيدرسوا الاورام السرطانيه وانتشارها في الفضاء لانها غير متوقعه. فالفضاء بالنسبه لنا هو حقل تجارب وخطوه مهمه لتقدم البشر. فالسؤال هنا، هل لسه شايف ان 85 مليار دولار ده رقم كبير؟